والله قبل اسبوعين او 3 اسابيع واحد من الاخوان القائمين على هذا الملتقى قبل صلاة الفجر بدقائق معدودات في شارع من الشوارع القريبة من هذا المكان، يقول هذا الاخ، يقول قبل الفجر بلحظات، يقول شاب عمره 17 او 18 سنة جاء قاطع الشارع وجات سيارة وصدمته قدام عيني. يقول جيت لقيته خر دم مع فمه مع انفه وكل مكان في جسمه. اقول له قل لا اله الا الله، اقول له قل لا اله الا الله، ما يتكلم. النفس ونبضات القلب تتسارع. يقول نقلناه للمستشفى وانا معاه وجواله معاه. يقول وانا اشوفه في غرفة الطوارئ في حالة يرثى لها، والله يقول عرفت انه مودع. يقول فتحت الجوال فشفت المقاطع والصور مالي الجوال. يقول لا شعوريا بديت امسح الصور والمقاطع. يقول والله ما انتهيت من اخر مقطع، ما انتهيت من اخر صورة الا انتهت حياة هذا الشاب. كيف مات؟ كيف كانت حياته؟ صلاة ما فيه، الجوال مليان مقاطع وروابط. لا تظن ان الله ظلمه، ولا يجي ببالك ان الله عز وجل ظلم هذا الشاب. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هذا المخيم ترى مو تضيع وقت. هذا الكلام اللي قاعدين نقوله ما قاعدين نتسلى فيه. اقسم بالله ان قلوبنا تحترق على شبابنا، وان قلوبنا تتقطع على ابنائنا لما نشوفهم مجانين عند الاشارات والسبب المخدرات، لما يتصلوا علينا الاباء والامهات يشتكون عقوق، لما يجون الشباب في مغاسل الاموات فارق الدنيا، انتهت حياته، خرجت روحه وذهب للقاء الله سبحانه وتعالى، وقد مات على غير لا اله الا الله.